كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى نهاية الآية. الكلمة الطيبة الله عز وجل وصفها كالشجرة أصلها ثابت، يدل في حسب تحليلي أنا الشخصي تدل على أن الكلمة هذه لها عدة أفرع تخرج منها. جميل. فأثرها دائما في بناء العلاقات القوية. يا أخي الإنسان يعني خليني أقول لك مثلا على الصعيد اللي نتكلم فيه عبد الرحمن، على صعيد العلاقات مثلا، الإنسان تراه أسير الإحسان حتى لو كانت كلمة طيبة. لاحظوا الموضوع هذا. نعم. الإنسان لو أعطيته كلمة طيبة في خلال المسيرة اللي هو فيها، هو يشعر بأنه كان ممتن لهذه اللحظات ولهذه الكلمة.